انت بتقول ايه؟ بقول يعني اللي تطلبه تحت امرك. احنا ما بناخدش فلوس هنا يا استاذ. اصحى. انت بتتكلم جد؟ حاجة غريبة والله. امال حضرتك بتنده عليا ليه؟ عشان الست بديعة عايزاك. يا ترى ليه؟ اتفضل يا استاذ، كلم الست اوام. اتفضل. حاضر حاضر. ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا حو. اقعد. شكرا. انا اتفرجت عليك وسمعتك الليله دي. ورأي حضرتك؟ كويس قوي يا حو. اقدم لك الاستاذ فريد غصن، ملحن عندي في الفرقه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هيبتدي يلحن لك الحان مخصوص. حاضر. علشان يبقى لك لون تتعرف بيه. وعندي كمان في الفرقه عزت الجاهلي واحمد شريف، الثلاثه هيحضروا لك الحان. الف شكر يا فندم. تحفظ الالحان دي باسرع ما يكون وتبتدي تقولهم من يوم الاحد الجاي. حاضر يا فندم. كل يوم الصبح تعمل بروفات على المشهد الاستعراضي اللي هتقدمه بالليل، حتى لو كنت طلعت على المسرح بيه 1000 مرة. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. والظهر تحفظ الالحان الجديدة. حاضر. رتيبة وانصاف كانوا بيدوك كام؟ 8 جنيه يا فندم، انما اللي حضرتك تقولي عليه انا مستعد. انا هديك 12 جنيه في الشهر. كويس؟ كويس قوي. يا خليل افندي، اعمل له عقد ب 12 جنيه واديله عربون. يلا يا حو، روح مع الاستاذ فريد غصن واتفقوا على الالحان. اتفضل يا فريد. وهو كذلك. بينا يا حو. في استحالة ان احضر دروس المعهد. ازاي؟ العمل في فرقة بديعة بياخد مني ال 24 ساعة. ليه يعني؟ مش بتقدم نمرة وخلاص؟ نمرة وخلاص ايه يا راجل؟ دي الست بديعة عايزة اعمال فنية جديدة ومتقنة باستمرار. انا رأيي انك ما تهملش المعهد ابدا. المعهد هو المستقبل. اعمل ايه بس؟ صاحب بالين كذاب. الله، والحل؟ مش عارف، هتبقى المسألة للظروف. حاضر يا استاذ. نعم. انا مش قلت لك وانت على المسرح التزم بالوقت بتاعك بكل دقة؟ ايوه بس الجمهور هو اللي طلب زيادة يا استاذ. مفيش حاجة اسمها كده. الله يا اخي، مدام الطلع شجعته وطلبت منه غنوة تاني فيها ايه؟ خليكي في نفسك انت يا اختي واجهزي عشان نمرتك. الله. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ تحب اجيب لك خط؟ لا 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 لا، ايه دي قصدها المصلحة. خلاص حاضر، مش هبقى اطول في المكتب. وانت يا اختي ايوه حسك عينك تدخلي في شغلي، فاهمه؟ فاهم. معلش حقك عليا. ولا يهمك. اعلن على راس السوزان يا خليل. عمرو يا استاذ. خش يا اختي. ايه مالك؟ اللحن معصلج معاك ولا ايه؟ فعلا اللحن جديد شوية انما ظريف. طب والملحن ما حفظهولكش ليه؟ لا حفظهولي، بس عايز بروفات زيادة شوية. على العموم زمان الاستاذ عزت الجهلي جاي. يا سوزان. ايوه يا مدام بديع، الطابلون الجديد هتعمليه مع صوت. حاضر يا ست بديع، حفظت اللحن الجديد يا حاج. النهارده هيكون جاهز. فين الجهل لسه ما جاش؟ جاي حالا يا ست بديع. طيب انا في المكتب. انا في منتهى السعاده. يا رب دايما. يعني ما سالتش ليه؟ طب ليه؟ من شهر وانا نفسي اشتغل معاك في تابلو وهي امنيتي اتحققت. صحيح يا سوزان؟ ايه انت ما كنتش عارف ولا ايه؟ يا ستي الف شكر على كل حال. يلا يا سوزان بروفا انت وفوزي على التابلوه الجديد. حاضر.
اهلا سي فوزي. اهلا بيك يا خواجه. انا متشكرين قوي على الزباين اللي بتقولهم على البنسيون بتاعنا. العسرة ثمرت فيك. زباين مين دول؟ انا يا فوزي. اهلا سوزان. ايه ده، انت جيتي هنا البنسيون؟ مفاجأة حلوة مش كده؟ خدت اوضة هنا مش احسن؟ فعلا البنسيون ده ممتاز. كفايه ان الخواجه ده صاحبه. ميرسي يا حبيبي، عن اذنكم. اتفضل. على كل حال نورت يا سوزان. بقينا زملاء في الفرقة وجيران في السكن. هايل. هو ايه دي اللي هايل؟ اهلا راتينا. اقدم لك راتينا يا سوزان، انسانه ممتازه جدا وبنت صاحب البنسيون. اهلا وسهلا. اهلا. ودي يا راتينا سوزان زميلتي في الفرقه وخدت اوضه عندكم هنا. عارف كل حاجه. اتفضلي حضرتك، عبد وضى بالاوضه خلاص كده. طيب عن اذنك يا فوزي. اتفضلي. نتقابل بالليل في التياترو ان شاء الله. الحكايه حكايه ايه؟ مش قادر على بودك جات تسكن في نفس البانسيون. طب انا مالي، انا ما كنتش اعرف الحكايه دي. ثم دي زبونه جايه لكم وحش؟ لا مش وحش، بس انت متاكد فوزي ان مش فيه حب بينك وبينه؟ طبعا متاكد، دي مجرد زميله. ثم انت ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ انا افهم في الحاجات دي كويس. نظرات بتاع هو كله غرام كله خوب. لا اطمني، مفيش لا غرام ولا خوب. يلا يا سوزان انت وفوزي اجهزوا، نمرتكم بعد 10 دقايق. حاضر. ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ هي البت بتغير عليك ولا ايه؟ بنت مين؟ البت الخواجاي المعطعصه دي. قصدك راتينا؟ قصدي راتين. لا ابدا، الحقيقه انا بعزها زي اختي تمام. بنت خدومه كتر خيرها، وقفت معايا كتير في ايام وحشه. انما ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ اصل انا بيبقى لي نظره كفايه انها اتاخدت لما عرفت اني نزلت بالبنسيون. الظاهر انها بتستلطفك. يا شيخه سيبك، انا راجل في حالي، ماليش في الاستلطاف ولا في الحب ولا الكلام ده خالص. كده برضو؟ ايه مالك، زعلت ليه؟ ما انتش عارف قلت ايه؟ قلت ايه زعلك لا سمح الله؟ حضرتك قلت مالكش في الحب. طب وفيها ايه دي؟ معنى كده انك مش حاسس بيا. سوزان انت بتقولي ايه؟ من ساعة ما شفتك سبكتلي قلبي. سوزان. عن اذنك عشان اصلح مكياجي قبل النمرة. اتفضلي. الله، يعني كلام راتينا مظبوط. ايه الحكاية؟ ده الظاهر ان انا قروي ساذج صحيح. يلا يا استاذ نمرتك. حاضر. فين سوزان؟ كنت هنا دلوقتي. جاهز يا استاذ. افتح الستارة يا خليل. يا استاذ. الولد
الواد المطرب الجديد ده كويس قوي. فعلا الواد ده ممتاز وله مستقبل ممتاز وكل مدى في الاحسن والله. الطابلو كمان كويس قوي. البركة في الست بديعة. واحد من في الحال واحد ما من ضمن ندمان يا لالال يا لالال يا لالال من ضمن ندمان في واحد ما يا لالي يا احسنت يا فوزي. متشكر يا سوزان. ايه مالك؟ لا ابدا. ابدا ازاي؟ ده انت فرحان خالص. ابدا. طب ممكن بعد البروفه بتاعت بكره اعزمك على الغدا؟ على الغدا؟ ايوه. ليه؟ في واحده تعزم واحده على الغدا ويقول لها ليه؟ قصدي يعني في بلدنا مفيش الحاجات دي، الراجل هو اللي يعزم الست. يا سيدي مفيش فرق، اعزمني انت. ما هو انا الحقيقه مش فاضي بكره. طب بعد بكره؟ اصلي انت بتهرب مني ولا ايه؟ ابدا يا سوزان، انا بطل بقى الكسوف ده. بصراحه انا عايزاك عشان اقول لك حاجه مهمه قوي. خير؟ اما تيجي هقولها لك. هي مهمه قوي؟ مهمه جدا. طيب زي بعض، نتغدى بكره في المطعم اللي تحت الاوتيل. تاكلي ايه؟ اللي هتاكل منه اكل منه. 2 رز و2 خضار باللحمه. حاضر. خير؟ ما قلتليش كنت عايزه تقولي لي ايه؟ هو ده بس اللي جابك مش كده؟ لا ابدا، بس يعني ايه؟ انا شكلي وحش ولا ايه؟ سخيفه ولا ايه؟ دمي تقيل. ليه بس؟ مش بيقولوا من القلب للقلب؟ ليه ما بتبادلنيش شعور بشعور؟ 100% حاطط عينيك على حد تاني. ابدا يا سوزان والله، بس انا زي ما قلت لك كده ماليش غير شغلتي وعملي وبس. ما هو عشان كده. عشان كده ايه؟ ما هو عشان شايفاك في حالك مؤدب وابن حلال. ايوه بس انا متشكر. العفو. اتفضلي كلي. سدد لي نفسي وكسر لي خاطري. للدرجه دي؟ ما انت مش حاسس بيا يا فوزي. انا ما قلتليش يا سوزان. نعم. ايه الحكايه المهمه اللي كنت هتقولي لي عليها؟ اوه يا اخي مفيش حاجه مهمه ولا غيره، انا بقول لك كده بس عشان تيجي. فهمت. طب تعرف تاكل؟ اعرف. القلب داعي لك يا سي فوز افندي يا حو. الله يخليك. انا سامع انك بقيت فرخه بكشك عند الست بديعه وزودتك 4 جنيه في الشهر. هي فعلا زودتني، والحقيقه هي مهتمه بيا جدا. ايوه عالي يا سيدي. وبتحفظ الحان جديده ولا لا؟ باستمرار. ايه رايك في البدله دي يا استاذ؟ كويسه قوي. والقميص والكرافته دول ذوقك بقى مرتفع جدا. متشكر قوي. البركه في الست بديعه وفلوس الست بديعه. البركه فيك، انت اللي عرفتني بيها. يا سيدي تعيش، انت تستاهل اكتر من كده وهتاخد اكتر من كده باذن الله. القمصان مش فاضي. ميرسي قوي يا راتينا، يا اجدع خواجايه. ادي اللي انا واخداه، يا اجدع خواجايه. ما هو الحقيقه انا ما اعرفش غير اجدع ناس، اجدع خواجه واجدع حلواني واجدع خواجايه. انت باين الليله دي مبسوط كتير. الحقيقه يا راتينا، متهيألي الدنيا هتبتسمي ان شاء الله. مش فوزي
بكرة. نعم. ايه هتتهرب مني ولا ايه؟ لا ابدا، بس ما احنا مع بعض يا سوزان اهو. وماله يا اخي، سيادة الخير خيرين. ايه الحكايه؟ هو انتم هات يا ودوده مع بعض؟ لا ابدا، لا ابدا يا حضرة مدير المسرح المحترم. طب اتفضلوا استعدوا للنمره. هات يا وجوه بقى. بتقول ايه يا؟ ما بقولش حاجة. الكلام ده صحيح؟ كلام ايه يا ست بديع؟ بيقولوا انك بتحب الحول مصر. ما هو هي كلمة واحدة. الكلام ده صحيح ولا لا؟ وخدي بالك مصيركم متوقف على كلامك. طب هو ذنبه ايه يا ست بديع؟ يعني الكلام اللي سمعته مظبوط؟ افرضي ان مظبوط، فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ انا ما اسمحش اطلاقا باي علاقة حب وغرام بين اعضاء الفرقة، وانا قلت لك الكلام ده وانت فاهماه كويس. حصل ولا لا؟ حصل، وانا ما كنتش ناوية احب. ما فيش حد بيمسك قلبه بايده، ما حدش بيحبه ويكره بخاطره. هي جت كده بقى يا ست بديع. كان عندك مليون بني ادم، اشمعنى ما تحبيش غير من الفرقة يا شاطر؟ الحب مش عيب يا ست بديع. يا اختي هتعملي لي خوجة وهتقولي لي كلام من بتاع روايات؟ احنا يا اختي اللي بنبدع الروايات، انما ما بنمشيش بالكلام ده. فرقتي للعمل وبس. ما هو كمان مش معقول كده يا ست بديع. هو ايه اللي مش معقول يا بنت؟ احنا مش في مدرسة ابتدائي هنا. لا يا اختي احنا في مدرسة الزامي. فاهمة ولا مش فاهمة؟ يا ست بديع ما هو انت ليه اخطر من الناس؟ امال يعني لما تكلميني اقف زنهار واضرب تعظيم سلام؟ يا خليل افندي، خليل افندي، ادوا للبنت دي حسابها اوام. دي ما تقعدش عندي في الفرقة دقيقة واحدة. طيب يعني قاعدة في قصر حسان ومرمر. بره بره. يلا. طيب يا اخوي. زعلتيني قوي يا سوزان، ليه بس حصل كده؟ يا سيدي ولا يهمك، انا علشانك اضحي بكل حاجة غالية. ما كنتش احب ابدا انك تسيبي شغلك واكل عيشك بسببي. صحيح صعب الاقي شغل في فرقة استعراضية كبيرة زي فرقة بديعة، وصحيح كانت بتديني مبلغ مش بطال، انما المهم تعرف ان علشانك مش هسيب فرقة، اسيب عمري. انا مش حمل الكلام ده يا سوزان. انت اصلك مش عارف معدتك عندي. للدرجة دي؟ طبعا. هو انت شفت مني ايه الشعور ده كله؟ للقلب احكام. ياه، ده انت باين عليك طيبة جدا. وبعزك جدا. بس برضه ضميري مش مخلصني تنطردي من الفرقة بسبب. معلش بقى، رزقي على الله. مش مهم عندي الاكل، المهم غذاء القلب، وانا قلبي عمران بحبك. انا هروح لها. لمين؟ لست بديعة. ليه؟ هقول لها ليه عملت كده. بلاش يا فوزي. بلاش ليه؟ لازم اروح لها. كويس قوي يا حو، الجمهور مبسوط منك جدا والملحنين فرحانين بيك. وانا بعد اذنك بفكر الحن لنفسي. ايه، لقيت عندك استعداد للتلحين؟ يعني بقعد ادندن، بوصل لحاجات مش بطالة. ما عنديش مانع اديك الفرصة دي، لحن وسمعني، وان كان كده هعمل لك تابلوهات مخصوص على الالحان بتاعتك. الف شكر يا ست بديعة. انا يهمني انك تاخد فرصتك كاملة انت وغيرك، وبكرة هتبقى عاد. كنت عايز اقول لحضرتك حاجة. خير؟ عايز فلوس؟ ايه مالك مكتوف كده ليه يا خليل افندي؟ لا يا ست بديعة، مش عايز فلوس ولا حاجة. امال عايز ايه؟ انا عايز اكلم حضرتك بخصوص سوزان. سوزان مشيت وانتهى الامر. انا عايزاك تتفرغ لفنك وشغلك وبس. ايوه، بس هي ما عملتش حاجة. على كل حال انا افضل ما نتكلمش في الموضوع ده، وتأكد اني بدور على المصلحة، وما تنساش ان اول درس اديتهولك قبل ما اسمعك تاخد بالك من فنك وبس. ايوه يا ست بديعة، بس البنت دي وقع عليها ظلم. ظلم ايه يا فوزي؟ هي ما عملتش حاجة، ثم مش معقول تفصليها بسببي. ما تتكلمش في الموضوع ده، وكفايه اني سمحت لك تقول عليا ظلمة. واتفضل روح شوف شغلك. يا ست بديعة انا مشترك معاها، اذا كنت مصممة تفصليها افصليني انا كمان. كده؟ ايوه كده. هتندم يا فوزي. لا مش هندم يا ست بديعة. خلاص امرك يا روميو. انت فاهمة غلط. لا غلط ولا صح، اتفضل خد حسابك يا استاذ. متشكر، مش عايز حاجة. سعيدة.
الكلام ده صحيح؟ ايوه صحيح. ايه بس اللي خلاك تعمل كده؟ معلش بقى يا فوزي، ما كنت تخلي في القلب وتدار الغرام. انتوا فاهمين غلط يا جماعة. غلط ايه بقى؟ ما انكشف الامر. لا امر ولا يحزنون. ما اقدرش اسمح لنفسي اني اتسبب في اذى انسان واسكت. انت حر. عن اذنك انا خدت هدوم. مع السلامة يا حو. اسمح لنفسي اني اتسبب في اذانك. ما اقدرش اسمح لنفسي اني اتسبب في أذانك. ما اقدرش اسمح لنفسي اني اتسبب في أذى انسان. سعيدة قوي. سعيدة انك اتصلت. عرفت قد ايه انت بتعزني. طيب يا اختي. اتفضل خضرتك. بيستعمل خضرته، قاعد معاها في الصالون خضرته. متشكر قوي يا انسه لاتينا. اهلا اهلا مصطفى فندي. انت اتجننت؟ ليه يا مصطفى فندي؟ ازاي تمشي من عند بديعة؟ وفيها ايه؟ ادور على اي شغل في اي حتة تانية. انا الحمد لله اتعرفت ومتهيألي. متهيألك ايه؟ انت لما تخرج من عند بديعة مش ممكن حد هيرضى يشغلك يا حدق. محدش هيرضى يشغلني؟ ليه؟ لان فرقة بديعة هي البريمادونا بتاع الفرق، هي احسن فرقة. الفرقة التانية هتكون مدام بديعة بذات نفسها مش عايزاها، يبقى ما ينفعش. يا نهار زي بعضه. اولا انا اللي مشيت برغبتي من عندي بديعة. محدش هيصدق. ثانيا يمكن النظرية اللي بتقول عليها يا مصطفى فندي تتقلب بالعكس بالظبط. ازاي يا فالح؟ مادام انا كنت بشتغل عند بديعة اذا انا كويس جدا، وكتير من الفرق هتجري ورايا. انت بتحلم، في حاجات كتير قوي انت مش عارفها، بكره لما تكبر هتعرفها، انت لسه صغير. انما عندي امل في ربنا كبير جدا. يا سيدي ونعم بالله، ما قلناش حاجه، بس انت غلطان غلط كبير. حد يبقى معاه النعمه ويرفضها برجله؟ اهي جت كده والسلام. ايه اللي خلاك تتحيمي وتطلع الشام؟ ما تخليك في نفسك يا اخي. لا مؤاخذه يا ست سوزان. لا مفيش حاجة يا مصطفى فندي، لو كان ليا نصيب في حاجة مش ممكن كانت راحت مني. طب قوم معايا. على فين؟ على ست بديعة. ليه؟ نستسمعها ونترجاها ونسترضاها. اهو ده اللي مش ممكن ابدا يا مصطفى فندي. الفن كرامة. صحيح يمكن انا محتاج القرشين اللي باخدهم، انما كرامتي كفنان فوق كل اعتبار. انا مستعد الف على فرق ومحلات اقل بكتير واخد اجر اقل بكتير، انما ارجع لبديعة واقول لها في عرضك الموت عندي اهون. للدرجة دي؟ طبعا يا مصطفى فندي. مش عارف اقول لك ايه. ده ما يمنعش اني بشكرك جدا على شعورك الطيب، وكمان مش هنسى ابدا افضل بديعة مصابني اللي ادتني فرصة كويسة. يعني افهم من كده انك مش محتاج لي في حاجة؟ ده كلام يا مصطفى فندي، هو انا اقدر استغنى عنك ابدا؟ طب يا سيدي استاذن انا. ما بدري يا مصطفى فندي، انا هنده للجرسون حالا يجيب لك حاجة ساقعة، اصل الكلام خدنا. حاجة ساقعة عليه؟ احييك. تحيتي انك تبقى كويس يا فوزي. ان شاء الله يا مصطفى فندي. سعيدة بقى. مع السلامة. الف سلامة. مالك يا سوزان؟ ساكتة طول الوقت ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيطي؟ ما كنتش احب ابدا اسبب لك في اذى. ما يهمكيش، ما حدش عارف الخير فين. يعني ما انت زعلان مني؟ ابدا يا سوزان. صحيح يا فوزي. سخيخ يا فوزي. في حاجة يا راتينا؟ امال جاي ليه؟ ما دام انا جيت يبقى في حاجة. يا فندم في واحد في الريسبشن عايز انت. مين ده؟ تعرف؟ طب ما جاش ليه؟ يعني الحق عليا.
افرض واخد من ديانة. ديانة؟ ديانة ايه؟ هو انا عليها حاجة لحد؟ ما دام اترفدت من الشغل بتاع انت بسبب السنيورة، ضروري الديانة هيخلوا سوا. جرى ايه يا اخي؟ ما تروقي شوية. ايه يا حبيبة عيني؟ خد جاب سيرتك؟ على كل حال يا راتينا ما تخافيش، انا مش مديون وان شاء الله مش هتدين. يعني هخليه يجي في الصالون؟ ايوه يجي. انت متأكد؟ طبعا متأكد. ايه يا انسه ده؟ انت لطعالي وفوزي هنا. اتفضل. اهلا صديقي العزيز، ازيك يا عزت؟ ازيك انت؟ تعال اتفضل، اقدم لك سوزان زميلتي. زميلته. اهلا وسهلا. اهلا بيك. صديقي يا عزت، طالب في معهد المزيكا وكان صاحبي. طالب في معهد المزيكا؟ طالب ايه يا استاذ؟ امال ايه؟ انا خلصت يا استاذ واتخرجت وتوظفت كمان. وظفوك فين؟ في دواوين الحكومة؟ مدرس مزيكا قد الدنيا، مرتب اخر الشهر زي اجدع مستوظف. الف مبروك. يعني لو كنت سمعت كلامي مش كنت خلصت المعهد دلوقتي وتوظفت. شوف يا عزيزي، صحيح انا غلطت اني اهملت المعهد لما تصورت اني خلاص ماشي في سكة النجومية واني مش محتاج له، انما انا مش ندمان اني سبته. ليه بقى؟ انا عايز انطلق، عايز ابقى حر، ما يهمنيش حكاية موظف وحكاية ان فاتك المير اتمرغ في ترابه. لا 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 لا، انا تركيبة تانية خالص. طب يا سي فوزي، انا بقى مستريح لتركيبتي قوي، فصلين 3 بعلمهم الطربون بس وما هي اخر الشهر وعلي العال. ربنا يوفقك. ايه وعامل ايه في فرق بديعة؟ فرق بديعة؟ علي العال. الحمد لله. اهلا بيك يا حبيبنا. انا زعلان قوي عشانك وعفو الله. ليه يا عم ابراهيم؟ تعديتك كده من غير مؤاخذه يعني كترت قوي على القهوه. للدرجه دي مش عايزني اقعد عندك يا عم ابراهيم؟ مش قصدي لا سمح الله، بس يعني معنى قعدتك كده على القهوه يعني الشغل نايم معاك. اهو شويه كده وتبقى عايش. طب بقول ايه؟ ما تقوم يا ابني كده تلف لك لفتين. الف فين يا عم ابراهيم؟ على الشغل يا ابني، الرزق يحب الخفيه. لا يا عم ابراهيم، المفروض ان انا اتعرفت في السوق واللي عايزني هو اللي يجي لي. يا ابن الحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا حضره مدير المسرح المحترم. غلبتني يا اخي لحد ما لقيتك، بقالي يومين بدور عليك. انا في البنسيون هنا قاعد القعده تمام. ما تجيب القهوه التمام لاجدع مدير مسرح يا عم ابراهيم، ده مدير مسرح فرقه بديعه بحالها. حاضر يا فوزي يا فندم. وعندك يا مخصوص على ميه بيوصل الله. وازاي ست بديعه؟ ما سبتها. سبتها ليه كفل الشر؟ معلش وماله، ناس تانية عايزيني رحت معاهم. طب عادي. وانا جاي لك بقى عشان كده. تحت امرك. الفرقة الاستعراضية اللي انا بشتغل فيها عايزاك. عايزاني انا؟ قلت لهم عليك، قالوا هات ويستلم من بكرة. طبعا الف شكر. والحقيقة بقى صيتك بقى عالي العال. ده بس من ذوقك يا ما انت كريم يا رب. القهوة يا اجدع مدير مسرح. شكرا يا عم ابراهيم. ايه يعني شايف وشك عليه ابتسامة حلوة يا تفاوزي؟ مش قلت لك ان كان لك نصيب في حاجة هيجوا يخبطوا على الباب؟ لازم شغل. ايوه يا سيدي. الخير على دوم الواردين. اجيب لك ازوزة بقى حضرة البيت. سيدي الف شكر. طبعا ما عنديش اي مانع انك تلحن كل مونولوجات الفرقه وكل الاغاني وكل الاستعراضات، بس همتك. حاضر. يلا نمرتك يا استاذ. جاي حالا.
اولا انا مش حضرتك، ثانيا انا عايز حاجات كتيرة اوي مش حاجة واحدة. عايز ايه؟ عايز المدعو محمد فوزي الحو. انت مخبر؟ مخبر؟ ايه مخبر دي؟ انا مخبر انا؟ الله، مش بتقول مدعو؟ ايوه بقولها من باب العنطرة، من باب التعالي. الله الله الله، انت حضرتك مين؟ انا السعيد فهيم. السعيد فهيم ده ايه؟ مش عارف السعيد فهيم؟ هيطلع ايه يعني؟ انا يا استاذ مكتشف المواهب والنجوم، صانع الكواكب والابطال، انا يا استاذ. طب وانا مالي ومال الكلام ده؟ ما تطلع من دماغي بقى. اطلع من دماغك ازاي يا استاذ انت؟ انا جاي لخدمة عظيمة، خدمة مهولة. خدمة لمين؟ ما قلت لك للمدعو محمد فوزي الحو. لسه بتقول عليه مدعو؟ هو حاليا مدعو، انما بعد ما يعرفني مش هيبقى مدعو، هيبقى الشهير فوزي الحو. عرفت بقى؟ مش عايز اعرف حاجة. اتفضل اتركن على جنب كده لحد ما يخلص نمرته على المصنع. اتفضل اتركن. بس ممكن ما تخش؟ اتفضل. احسنت يا حو. متشكر. في واحد اسفنجلينا عايزك. اسفنجلينا؟ ايوه يا سيدي، الظاهر عنده هفه في مخه. وده مين ده؟ انا يا استاذ حو السعيد فهيم. الظاهر الست والدتك دعيالك في ليلة قدر والسما كانت مفتوحة. الان تستطيع ان تدعي ان اسمك بقى من المع النجوم. لا لا لا، ما بدخنش ما بدخنش. هو ايه ده؟ انما زي بعضه، اذا كانت سجاير مكنة اشرب. متشكر متشكر جدا. السجاير مكنة ايه؟ ايه في ايه؟ ده بقاله ساعه مغلبني الغلب ده. عن اذنك اشوف شغلي. اتفضل. في ايه يا حضرة باختصار؟ انا سمعت عليك وسمعتك، كما وان عدد كبير في الوسط الفني سمعوا عليك وسمعوك. طيب عال.
ولذلك انا قررت اني اعرفك ببقية الفرق وارفعك لفوق. فرقة ايه وفوق ايه؟ طب ما انا بشتغل في فرقة اهو. وماله؟ زيادة الخير خيرين. لا انا ما اقدرش اشتغل غير في فرقة واحدة. انت يا استاذ مش بتلحن يعني طب ليه ما تستغلش هذه الموهبة الفذة؟ ولا فزة ولا حاجة يا سيدي. انا ما بحبش حد يعترض على كلامي. انا قلت فزة اذا هي فزة. فز يلا قوم تعالى يلا نروح لها يلا. ايه اللي فز ده؟ مش عيب كده يا استاذ؟ انا متأسف. ثم مين دي اللي هنروح لها؟ سيدة المسرح الاولى صديقة الطلبة. قصدك ايوه قصدي فاطمة رشدي عملاقة المسرح. طب وهنروح لها ليه؟ السيدة فاطمة مكونة فرقة هي واستاذها عزيز عيد. طب دول بيعملوا روايات عالمية ومسرح تراجيدي وحاجات من دي، مالي انا بقى ومال الاعمال دي؟ ما هو ده اللغز. اللغز ايه؟ الست فاطمة عايزة تدخل بعض الالوان من الموسيقى والغناء على مسرحياتها، فهمت؟ والله فكرة كويس. وانت عارف جمهور الايام دي بيحب المغنى والطرب والحاجات اللي زي دي، علشان كده الست فاطمة قررت قرارها ده. ايوه بس هتعرفني بيها ازاي؟ دي شغلتي انا يا استاذ. انا مش بقول لك اني وش السعد، اني سلم الشهرة الحقيقية، اني مصحب المجد. طيب لا ما بشربوش، انما اذا كان من النوع المكنة اشرب. الحقيقة انا ما بدخنش، انما حالا هبعت اجيب لك حق سجاير. انا متشكر جدا. انما قول لي الست فاطمة تعرفك؟ الا تعرفني دي ما تقوليش غير يا استاذ سعيد، احيانا يا سعيد بيه، ولما تاخد عليا قوي تقول لي يا سعيد افندي. انت اللي اسمك سعيد. ايوه يا استهان. قرب يا فوزي ما تخافش. قرب. حاضر. تعال هنا، اتأخرت عليا ليه؟ والله يا ست هانم. جبت الحو؟ ايوه يا ست هانم. مساء الخير. اهلا. انا سعيد جدا اني بشوف بداية المسرح الشهيرة. يا سيدي تعيش، انا بعت السعيد علشان يطلبك. يعني حضرتك اللي طلباني؟ طبعا انا سمعتك وعجبني قوي. لونك خفيف. الف شكر يا فندم. هتبدأ من امتى؟ من بكرة لو حبيتي. انا شخصيا هغني اللي هتلحنه بنفسي. ده يبقى شرف عظيم ليا يا فندم. حقيقي ممتازة. الالحان عجبتني. مش مسألة الحان وبس، اولا بتشجعني جدا وبتقولي اللون اللي انا بعمله هو لون المستقبل. ثانيا معرفتها مكتب كبير جدا. تصدقي يا سوزان كل اهل الفن المحترمين بدأت تعرفني بيهم ودخلت الوسط الفني من اوسع ابوابه. انا سعيد قوي بالفنانة العظيمة دي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. ماسك العود بقالك ساعة بخاله، ما انتوا اشتغلتوا. حالا هشتغل واخلص يا رتينا ولا تزعلي. هتشتغل وتخلص ازاي؟ ولاد قاعدين لك زي الكوبا. بتقولي ايه؟ مصدقالك يا خبرتي. انا قصدي مش معقول فنان يلحن في صالون البنسيون في كل من خب وداب. خش اوضتك قفل على نفسك وخلص شغلك. فيها ايه دي يا خبرتي؟ ما فيهاش حاجة يا رتينا، عداك العيب. ده انا عندي الحان مسرحيتين بشتغل فيهم، مسرحية سالومي ومسرح كليوباترا. يا روخي على كليوباترا يا اخي طلعت روخك. قوم اشتغل فوزي، قوم يلا. كويس قوي يا فوزي، شغلك كويس قوي. البركة فيك يا فندم. بصراحة حضرتك أثرت في حياتي كفنان تأثير كبير جدا في المدة القليلة اللي عرفتك فيها، لأن حضرتك فنانة بمعنى الكلمة. سيبك بقى من الكلام ده وقول لي. نعم. انت ما بتروحش الإذاعة ليه؟ ازاي؟ ما بتقدمش شغلك هناك ليه؟
والله ما فكرتش في الحكاية دي. هي دي عايزة تفكير. كل المجالات الفنية لازم تفكر فيها، وما تنساش ان المستقبل للإذاعة خصوصا للمطرب، لأن انتشارها كبير جدا. مظبوط. وانا هعرفك باللي يوديك الإذاعة. ده مجرد وجودي جنب حضرتك ليه فضل كبير جدا بمعرفتي بكتير من الشخصيات الكبيرة في الوسط الفني. يا أخي ما تفضلش بقى تقول لي الكلام ده. عايز أعبر لحضرتك عن امتناني الشديد. المدير الفني للموسيقى موجود من فضلك؟ مين اللي عايزه؟ انا عندي ميعاد معاه، قال لي اجيله الاذاعه الساعه 12 الظهر. اسمي محمد فوزي الحو. اتفضل. شكرا. صباح الخير. اهلا فوزي افندي. خلصت اللحن؟ تمام يا فندم. طيب انا خصصت لك بكره وصله غنائيه على الهواء مدتها ربع ساعه. انا متشكر جدا. وهنعلن في الراديو ان المطرب الجديد محمد فوزي الحو هيغني وصله غنائيه من تلحينه، وعشمي ان ربنا يوفقك. متشكر يا فندم، والحقيقه البركه في تشجيع حضرتك. انا فعلا مهتم بكل ما هو طيب وجيد. استاذن. والآن نقدم لكم المطرب الجديد محمد فوزي الحو في وصلة غنائية بمصاحبة مجموعة من فتيات الكورس. سيداتي أنساتي سادتي، المطرب محمد فوزي الحو. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. حضرتك سمعت وصلة المغنى امبارح؟ طبعا يا استاذ. ورأي حضرتك ايه؟ رأيي؟ انت لا تصلح للمغنى يا استاذ. حضرتك بتقول ايه؟ ايه اللي انت كنت عامله امبارح ده؟ لحن يا فندم. لحن ايه ده؟ انت بتسمي ده لحن وبتسمي دي مغنى؟ ما هو ايه؟ فين القوالة والنتع؟ نتع؟ ايوه، لازم احس ان المطرب بينتع وهو بيقول، بيجيب من هنا الشبرة يا استاذ. وفين العزف؟ حضرتك بتتكلم عن المغنى التقليدية، انما انا الحقيقة بفكر بشيء من التطور. تطور ايه؟ هو كل واحد ما يعرفش يعمل شغل على اصوله ويقول تطور؟ الله يسامحك، ثم انا بدأت حياتي اعمل التقليديات وحفظت كل الالحان القديمة واقدر اديها لحضرتك في منتهى الاتقان، لكن انا شايف ان اللون اللي يناسبني هو اللون الخفيف مع شيء من التطور في التركيب اللحني، ومع ذلك انا ما بتخطاش الاصول برضه، يعني القوالة موجودة والعزف موجود. خلي الكلام ده لنفسك يا استاذ. يعني ايه؟ يعني انت مش هتخش الاذاعة تاني طول ما انا عايش كده؟ ايوه كده. طيب عن اذنك. مع السلامة.
هتروق بقى؟ اروق ازاي بس؟ الفشل شيء فظيع، اعنف شيء في الوجود. يا اخي لا فشل ولا حاجة، الكلام اللي انت قلته له مش انت مقتنع بيه؟ ثم الفن ده انتجة. لولا اني مؤمن باللي بعمله ولولا تشجيع اللي حواليا انا كنت اتحطمت تحطيم. لازم تتوقع بلاوي وصدمات ملهاش اول ولا اخر. انا متوقع البلاوي وعامل حسابها. طب امال ايه بقى؟ بس ما كنتش متوقع ان اول عمل ليا في الاذاعه هيواجه بكل العنف والفشل ده. ولا يهمك، ادي انت ماشي في الفرقه الاستعراضيه واسمك دلوقتي بقى زي الطبل. ما هو ده اللي بيخفف عني شويه. انت لسه في اول حياتك، مستعجل على ايه؟ لازم تطلع السلم درجه درجه، لا تقع على جدور رقبتك. المهم يا ترى انا ماشي صح ولا لا؟ ده بقى متوقف على احساسك الشخصي كفنان. وزي ما انت قلت، انت مش مؤمن بالعمل اللي انت بتعمله؟ جدا. يبقى خلاص انت ماشي صح، واوعى تخلي الفشل ينال منك ولا من ايمانك بلونك في الفن. عشان خبيبة القلب مش موجود. مين خبيبة القلب؟ مش تعرف؟ يا راتينا سيبيني في حالي. ايه مالك؟ انا سايف الشغل نازل على ودنه والفلوس كتير. هي مسألة فلوس. امال ايه؟ في حاجة حاسة في نفسي. ايه دي حاجة في نفسك دي؟ حاجات مش هتاخدي بالك منها. اوه نسيت. نسيت ايه يا راتينا؟ نسيت انا جاية ليه؟ ايه في ايه؟ في واحد عايزك. طب مش تقولي من ساعتها؟ ثم اللي عايزني ما يجيلي على طول، هو انا باشا ولا بيه؟ يعني الحق عليا اللي عايزة ارسم لك الاونطة عشان يفهموا انك مهم. انا اعرف الوسط بتاع انتم وسط مظاهر. ارسم شوية بوليتيكا كله يجي تمام. مين اللي قالك الكلام ده بقى؟ الفنانين الحقيقيين مش محتاجين الكلام الفارغ ده. اوه انا كلامي كلام فارغ؟ مش قصدي يا راتينا، المهم فين اللي عايزني؟ الظاهر صاحب فرغ ولا خفلة كبير. يا ستي هو فين؟ اتفضل يا خضرة اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا سعادة البيت. انا مش بيه. نعم؟ انا ريجيسير. اتفضل امضي هنا. ايه ده؟ اوعى تمشي، ده الظاهر مخضر. مخضر ايه يا راتينا؟ ايه ده يا حضرتك؟ ده اوردر. انت مطلوب بكره تقابل مدير الفرقه المصريه للتمثيل والموسيقى. ما تعرفش ليه ستك؟ انا لا مؤاخذه شغلتي ابلغ وبس. اهلا بيك يا حضرة المدير. تحب طبعا تعرف سبب الاستدعاء؟ تحت امرك يا فندم. الفرقة ناوية تقدم باكورة اعمالها الغنائية الاستعراضية اوبريت سيد درويش الشهر ده. كويس اوي. وقررنا في الفرقة نتعاقد معاك كنجم من نجوم الاوبريت. رأيك ايه؟ انا تحت الامر، دي فرصة سعيدة جدا. احنا اللي اسعد. نتكلم بقى في مسألة الفلوس. الفلوس مش مهمة بالمرة، هات حضرتك العقد وانا امضي لك عليه على بياض. ده شعور طيب جدا. المهم العمل الفني. انا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الاهرامين
كويس قوي. اتمرنوا يلا. سكوت، انا مش عايز دوشه. قول لي اسكت، المخرج تعبان يا جماعه. شوف يا فوزي، ايوه يا فندم. زي ما انت شايف ابراهيم حموده هو اللي هيقوم بدور البطوله في الروايه مع عيله راتب ورجاء عبد. لا مؤاخذة حضرة المخرج، امال انا هعمل دور ايه؟ انت هتعمل دور البديل. بديل؟ ايوه، البديل للبطل اللي ابراهيم حموده. لسه مش فاهم. يعني لا قدر الله لو حصل حاجه للبطل او لما يتعب في اداء الدور تشتغل انت بداله. طب ولازمته ايه؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب حاجه وحشه. احنا بنعمل الاصول، والاصول كده. ثم بعد 15-20 يوم من العرض ابراهيم حموده ضروري هيتعب ونضطر نغيره بيك. خلاص ما دام حضرتك شايف كده تحت امرك، وما اقدرش اقول اني احسن من ابراهيم حموده طبعا. اهو كده الكلام المظبوط. عايزك تحضر البروفات كلها وتاخد بالك من اللي بيحصل علشان تبقى جاهز في اي وقت. حاضر. يلا يا جماعه، سكتوا ليه؟ ايه في ايه؟ مالك بترجع كده ليه؟ تعال يا اوام. اجي فين؟ المسرح التياترو. ليه يا ابني؟ زي ما انت عارف الليله دي لسه الافتتاح. طب وانا مالي انا؟ انت بالك ازاي؟ المسرح مليان بكبار رجال الدوله والصحافه والادب والاستعداد مفيش بعد كده. برضه انا مالي؟ ما هو ابراهيم حموده مش جاي، جاله مغص جامد ونقلوه على المستشفى. يا نهار زي بعضه. وانت اللي هتفتح الروايه، انت اللي هتشتغل بداله. بداله؟ ايوه بداله. دول بعتوا 20 واحد يدوروا عليك في كل حته. بس انا مش حافظ. مش حافظ ايه يا استاذ؟ انت مش حضرت كل البروفات؟ ايوه بس ما كنتش عامل حسابي حاجه زي كده. انا ماليش دعوه، تعالى وخلاص. جاهز يا فوزي؟ جاهز يا استاذ. شد حيلك، مصيرك متوقف على الليله دي. يلا يا فوزي، اجهز يا حبيبي. يلا الملابس تمام؟ كويس قوي. يلا يقول الكلام. خد من الملاجئ يا فوزي وقول. قول يا فوزي. قول. انا معاك اهو. اديني كلام اعلى من كده شويه. خلي ودنك معايا. قول. تعمل ايه؟ هدي اعصابك يا استاذ، هدي اعصابك. هدي اعصابي ازاي بس؟ هدي اعصابي ازاي؟ هيكشف امل الروايه، اموت نفسي، اشد شعري. بالراحه يا استاذ. بالراحه ازاي بس؟ وانا حاطه احتياطي للبطل، يعني المفروض يكون جاهز وحافظ صم، لكن انا حافظ الحركه ولا الكلام ولا اللحن. هيخرب بيتي. قول يا فوزي. ما انا بقول اهو. خد بالك في لحن جاي بعد لحظه. لحن؟ ايوه. طب خليك معايا. هيعمل ايه في اللحن؟ انا عارف يا استاذ، دي المزيكا وقفت تقريبا. على السماء خلوا الهجوم لو كانت الاعداء نجوم، وزلزلوا الارض اذا جرت على الارض الخطوم. دي كارثه، دي مصيبه، مواطن الروايه هيقولوا عليا ايه الناس؟ يا استاذ اخرس انت خالص، سيبني في الكارثه اللي انا فيها، دي اسوأ ليله في حياتي. هموت فيها. انزل بالستار، انزل، دي مهزله مش روايه.
ايه ده؟ ايه اللي عملته فيا ده؟ انا اسف يا استاذ. الكلام ما انتش حافظه، الحركة مش حافظها، حتى الالحان حضرتك بتلحن زي الدرويش، عملت الحان لا تمت لالحانه بصلة. انا اسف، انا حبيت اتصرف وانقذ الموقف. تنقذ ايه يا اخويا؟ تنقذ الموقف ولا تخرب بيتي؟ انت ايه؟ انا حاسس بدوخه. دوخة ايه؟ دي كانت شورتك شورة. مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجة يا اخويا، انت تسكت خالص، اسكت خالص. اعملوا المستحيل وهاتوا لي ابراهيم حمودة بكرة. مش ممكن الرواية تطلع من غير البطل الحقيقي. سوزان مين؟ يوسف وهب قالب الدنيا عليه. يوسف وهبي؟ امال ايه؟ طب تعالوا اوام تعالوا. تعيش تعال تعب عليه معاك. انت بتتكلم جد يا استاذ عبد العليم؟ امال ايه؟ يوسف بيه بيدور على شاب مطرب للفيلم، كويس كده؟ كويس. وبما اني مساعد المخرج ليوسف بيه رشحتك ليه. وافق؟ وافق يشوفني ولا يديني الدور؟ ان شاء الله يديك الدور على طول، هو هنا احسن منك. يلا بينا اوان مش فاضيين. هو هنا في مكتبه جنب البنسيون على طول حالا. خطاب كلمني عنك باستفاضة، ولذا انا طلبت ان اشوفك. كتر الف خيرك يا فندم، وعشان اني اكون عند حسن ظن سعادتك، وكفايه ان قابلت حضرتك بصرف النظر عن الدور. الدور لطيف، والفيلم هبدأ في تصويره من الاسبوع القادم. كويس قوي يا فندم. احنا اخترنا للفيلم اسم سيف الجلاد، وهناك موقفين يصلحوا للغناء، ولذا مطلوب غنوتين منك. تفتكر مين يلحنهم؟ والله يا سعادة البيه انا بلحن لنفسي. اذا كنت حضرتك تحب تسمع الحاني مفيش مانع، واذا كنت حضرتك مش مقتنع بالفكرة اي ملحن يلحن لي. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما دام بتلحن لنفسك لحن، على الاقل انت ادرى بامكانياتك الصوتية. متهيألي احنا متفقين على الخير يا فندم. اذا هطلب منهم يحرروا لك الكونترات فورا. الف شكر سعادة البيه. اتفضل يا استاذ، شقة ممتازة
نورة وحلوة واخر جمال، والسكاكين هينور بيه. يا سيدي تعيش. ودي ايجارها كام؟ صاحب البيت راجل طيب قوي، واللي تدفعه ادفعه. لا 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 لا، الاصول. تعالى بس نقابله والبعيد يقرب. مفيش مانع. والبيت بيشتغل ايه؟ مطرب. مطرب؟ يا اهلا وسهلا، ليلتنا طربة باذن الله. عملنا ايه فيك فوزي؟ يا راتينا مفيش اي حاجة، بس لازم يبقى عندي بيت وشقة استقر بقى. معقول افضل في بنسيونات؟ فيها ايه فوزي؟ وبعدين هو انا يعني هسافر بلاد غير البلاد؟ ده انا هبقى معاكم على طول. مش هنسى ابدا عشرتكم كويسة، انتي والخواجة والدك. كويس فوزي، ولو ان الفراق بتاع انت هيقطع فينا قوي قوي فوزي. اتفضل سيناريو اهو. شكرا يا عبد العليم، بس الحقيقة الشقة دي ظريفة. جمالها يا عبد العليم يهبل. حرية مش كده؟ جذابة ولطيفة، سنها صغير قوي، 16 سنة. الشقة سنها صغير؟ 16 سنة من ساعة ما جيت هنا وشفتها كواحد، عينيها لخبطتني. الشقة شقة ايه يا عبد العليم؟ بنت الجيران. لا اسمع ما اقول لك يا فوزي. يا نعم. الحي ده حي ما هواش زي عماد الدين. عماد الدين؟ ايوه، هنا ناس في حالهم، وشغل اللف والدوران بتاع الفنانين مش هنا حد لا يذبحوك. اقل ما فيها يطردوك شر طردة. طردة؟ ما تعملش هنا كازانوفا احسن لك. انت فهمتني غلط. البنت دي هتحط حد للكلام ده كله. انا نويت استقر، بس يا ترى هيرضوا بيا؟ اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا. شرفت. الله يخليك. احنا عايزينك بقى تحط هدايا في عينيك من جوه. وبنتك كمان لازم تشيله في عينيها من جوه. امال ايه؟ قربي يا هدايا قربي، مكسوفه من ايه؟ تعال سلمي على عريسك. الله بقى. ما تكتفيهاش امال. ولا لا 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 مش قصدي، الحس بسيط جدا، انما هيحسن شكلك في السينما، ولذلك بكره الصبح هبعتك عند الدكتور يعمل لك عمليه. عمليه؟ ده انا بخاف قوي من العمليات يا استاذ كريم. للاسف الشديد يا فوزي، يا العمليه يا اما ما فيش دور. لا 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 لا، مش للدرجه دي. انا مش قصدي يا استاذ كريم، انا في سبيل الفن، انا مش بس اعمل عمليه، انا مستعد اروح المقصله. على كل حال انت باين عليك ابن حلال، وسعيد جدا لاني هشتغل مع استاذ عملاق زيك. يا سيدي ميرسي. لازم تعرف يا فوزي ان جزء كبير قوي من العمل الفني الجانب الجمالي. لازم كل شيء يكون متناسق وجميل ومنسجم مع بعضه. حاضر يا فندم. وحضرتك عايزني احذف ايه من خلقتي؟ انا عايزك تعمل عملية تجميل في شفتك اللي فوق عشان تنسجم مع شفتك اللي تحت. ده انت حضرتك في منتهى الدقة. لما اتفرجت عليك في سيف الجلاد كان العيب ده واضح جدا جدا، خصوصا قدام الكاميرا الصاحفة اللي بتكبر الوش 5-6 مرات عن حجمه الطبيعي. حاضر يا فندم، انا تحت امرك. خد ادي كارت للدكتور وهو هيتصرف. عنده حق الاستاذ كريم، فعلا دلوقتي احسن كتير. حضري لي هدايا البدله الكحلي والرمادي والكروهات. تصدقي عندنا تصوير الصبح. كل حاجتك جاهزه. ربنا يخليكي ليا يا مراتي يا حلوه. ربنا يوفقك. شغلانه السينما دي صعبه قوي، انما حلوه حلاوه. مفيش حلاوه من غير نار. على رايك. يلا بقى على السفره، عامله لك صينيه بطاطس هتاكل صوابعك وراها. اموت انا في الصواني. وخلصت فيلم الاستاذ كريم؟ الحمد لله يا استاذ بدر خان. ما شاء الله ما شاء الله، واضح انك طالع زي المدفع. انا بقول ما شاء الله. الف شكر يا استاذ بدر خان. شوف بقى يا فوزي،
انا ومدير التصوير عبد الحليم نصر ومعانا حلمي نصر المكير كونا شركة سينمائية، واول فيلم فكرنا فيه هو فيلم قبلة في لبنان. كويس قوي. البطولة للفنانة مديحة يسري وانور وجدي وسليمان نجيب والمطرب الجديد محمد فوزي. تحت امرك يا استاذ بدر. الفيلم هنصوره بين القاهرة ولبنان. ها قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان شرف ليا اني هشتغل معاكم في بكورة انتاجكم. فرصة سعيدة يا مدام مديحة. ميرسي قوي، انا اللي اسعد. عندي احساس ان حضرتك فنانة ممتازة. ميرسي، انت اللي شاطر وصوتك ظريف قوي. سمعتيني بغني؟ طبعا. ها يا فوزي، قريت السيناريو؟ قريته يا استاذ رفع. حضرت الاغاني؟ جاهزة. هنصور بعد بكرة يا مدام مديحة. ان شاء الله. ادي الميعاد قرب وانا جدي وصبحت انا تايه مع ربي. ادي الميعاد قرب وانا جدي وصبحت انا تايه مع ربي. الساعة واقفة ولا بتمشي؟ ادي الميعاد قرب. هنبدأ يوم السبت الفيلم الجديد مجد ودموع. جهز نفسك يا فوزي. انا جاهز. تعب الهوى قلبي والحلوين والساري والامتحان خبي على بعضي وانتاري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي. كويس قوي يا فوزي، ولذلك احنا اسندنا اليك بطولة الفيلم الجديد مع نور الهدى. ايه اللي عرفك؟ ده اللي حصل. سمعت انه هيتجوز الفنانة مديحة يسري الاسبوع الجاي بكتير. فوزي ده صاحب المفاجآت. قلت ايه؟ طب ما نأجل الكلام في الموضوع اللي بعدين يا فوزي. مديحة يا مديحة، انا من ساعة ما شفتك استريحت لك قوي، طول ما انا معاك يا قلبي بيدق. بعد ما كان متهيألي انه ما عدتش اقدر احبك تاني. والله مش عارفه اقول لك ايه. انا مسافر اوروبا بعد يومين مع حلمي رفرة علشان اتفق على تصوير اول فيلم ليا بالالوان. الوان؟ ايوه، ناوي ادخل الالوان على الافلام بتاعتي. بس دي حاجات بتكلف كتير وجديدة من نوعها. ما علشان جديدة من نوعها. انت عارفة ان الافلام الغنائية تحب الابهار ويكون الفيلم نور. متهيألي الالوان هتضفي جمال على الفيلم الغنائي. المهم تاخدنيش في الكلام تغير الموضوع. انا عايز قبل ما اسافر اكون حاطط في ايديكي دبلة الخطوبة. اسكت علامة الرضا. اتفاق كويس قوي. تفتكر يا حلمي والله
يا فوزي ما دام انت متحمس لمشروع الالوان يبقى اتفاق كويس. هم هيبعتوا لنا الافلام الخام نصورها في مصر ونبعتها لهم في معاملهم في باريس يحمضوها لنا ويطبعوها. بس تفتكر ما فيش حاجه تضيع كده ولا كده في السكه يا حلمي؟ تروح فين يا راجل؟ دي مسائل متبعه في العالم كله. على رايك. ما شاء الله ما شاء الله، من نجاح لنجاح كبير. مبروك الجواز من فاتنة السينما السمراء، ومبروك نجاحاتك الفنية الكبيرة. يا سيدي تعيش. واخبارك ايه؟ احنا في انتظار الافلام الخام اللي جايه لنا من بره، وهنبتدي تصوير على طول. بعد ما صورنا 3 اسابيع شوف مندوب الشركه جاي يقول ايه؟ ايه في ايه يا حضرتك؟ لما بعتوا حصيله ال3 اسابيع لباريس اكتشفوا ان الافلام تلفه. تلفه ازاي؟ الافلام اللي بعتوها لازم وحشه. هو احنا اشترينا الترماي ولا ايه؟ ابدا، الافلام ما فيهاش حاجه. الجو هنا مش مناسب للافلام الخام الملونه. انت بتقول ايه؟ امال الشركات التانية اللي لونت افلامها ما حصلهاش كده ليه؟ انت عارف معنى كده ايه؟ هيتخرب بيتنا. معلش احنا جبنا علب خام تانية وعيدوا التصوير. يعيدوا التصوير؟ هي دي مسألة سهلة؟ معنى كده اننا نبني ديكورات تاني وندفع ايجار استوديو تاني وندفع اجور للفنانين والممثلين بالالاف المؤلفة. ايه؟ عندك حل تاني؟ لا. ناوي تعمل ايه يا فوزي؟ امرنا لله. نعيد التصوير تاني يا حلمي. ما كان بلاش حكاية الافلام الملونة دي يا فوزي. ما كنا بنشتغل بابيض واسود وافلامك بتنجح وعال العال. معلش لازم نكمل المشوار. كل ده من القر عليك. ما علينا. فين الافلام الخام الجديدة؟ موجودة. على الله تكون سليمة ان شاء الله. ادي اوردر بكره يا حلمي. حاضر. الافلام الخام صالحه يا جماعه. فرق كازوزة 20. صحيح يا فوزي. طبعا عايزين نرقص ونغني الاستعراض الاخير واحنا في منتهى السعاده، خصوصا بعد ما عرفنا النبأ السعيد ده. وهو كذلك. يلا يا جماعه يلا اشتغلوا الحماس بقى. ما عادش عندكم عذر. الف مبروك. كويس قوي. ايه ده؟ دموع مالي عينيك يا فوزي. لا ابدا يا حلمي. دي دموع الفرح. يلا يا حلمي نشتغل يلا. مني ايه تاني؟ كفايه نكبات بقى. يا استاذ فوزي عاوز اقول لك الكوارث انواع، لكن كارثتي انا بالالوان. يا استاذ فوزي اسمعني بقى. قول يا سيدي. عارف اللي فيها. عارف انك هتقول عليا مغفل كبير مش كده؟ لاني كملت الفيلم وانا عارف ان الفيلم الخام تالف. طب تسمع المفاجأة دي؟ قول يا اخوي. الفيلم الخام طلع صالح للاستعمال. ها؟ بعتولي في باريس ابلغك ان النتيجة هايلة، والاستعراض اللي عملته في الفيلم ممتاز. انت بتقول ايه؟ ايوه زي ما بقولك كده. عارف دي بركة مين؟ بركة الكومبارس والعمال الغلابة، علشان ما كتبتهمش. يا ما انت كريم يا رب. ايه في ايه؟ بارك لي يا حلمي بارك لي. الفيلم الخام بتاع الاستعراض طلع صالح، والاستعراض كويس. ما هو ضروري يكون صالح. انت مش قلت لنا الكلام ده قبل كده؟ لا يا حلمي. المندوب يوميها قال لي ان الفيلم الخام غير صالح، وانا داريت عليكم، انما ربنا سترها. اما غريبة قوي. معلش هنعيد اللي فات، بس برضه يا فوزي هتبقى خسارة جامدة. حوالي 50,000 جنيه بسيطة، اللي يجي في الريش بقشيش يا حلمي. المهم ربنا يديم علينا الصحة.
ربنا كبير قوي يا فوزي. ونعم بالله يا دوحة. اوعي تفتكري ان انا ندمان على التجربة دي، بالعكس السينمائيين كلهم استفادوا معايا من التجربة دي. مظبوط. واي انسان يتصدر للتجارب الجديدة والطفرات الفنية لازم يتوقع الفشل جنب النجاح. عندي مشاريع كتيرة قوي مالية دماغي، عايز اعمل افلام كبيرة جدا على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت تليق بمكانتك الفنية يا دوحة. كده اهو. امال ايه؟ فعلا مهم جدا بعد المرحلة دي انك تعيش مرحلة النضوج الفني وتعمل اعمال فنية مستواها رفيع. اهم من كده بقى لازم كمان تكون نفسك يا فوزي. يا ستي، الله جاب الله خد الله عليه العوض. لا يا فوزي، مين اللي قال كده؟ زي ما اتفقنا من يوم ما اتجوزنا كل واحد فينا فلوسه مستقلة عن التاني، وانا بقدر فيك مثلا انك بتدفع لي اجري عن اي فيلم كأي واحدة غريبة، وكنت بتصر على كده. مديحة، يعني دي حاجات نتكلم فيها برضه. ياما يا فوزي فنانين كان سبب الخلاف اللي بينهم المادة، والحمد لله المادة ملهاش اي تأثير سيء على علاقتنا. الحمد لله. انا بقول الكلام ده كله لان عايزاك تاخد بالك من نفسك. يعني ايه المانع مثلا تبني فيلا فخمة للمستقبل نعيش فيها؟ والله فكرة كويسة. وما دام الفكرة كويسة يلا ننفذ. من بكرة حطوا من المهندسين رسومات لفيلة غرامش نعيش فيها احلى ايام حبنا يا ضحتي. يا شاعر، ايه رايك بقى علشان تبقى شاعرية نخليها في منطقة الهرم الجميلة؟ وهو كذلك مفيش مانع. مبروك انتخابك يا حضرة رئيس اتحاد المؤلفين والملحنين. يا سيدي الف شكر. ده منصب خطير، معنى كده انك من كبار المسؤولين عن الحياة الموسيقية والفنية في مصر. يا سيدي العفو، انا كل هدفي اني اخدم اخواني الفنانين، تأكد اني مجرد خادم ليهم لا اكتر ولا اقل. ربنا يوفقك يا فوزي وتاخد اكبر المناصب. اظن يا مدام مديحة انت نفسك يبقى فوزي امبراطور الفنانين مش بس رئيس الاتحاد. لا فوزي يستاهل كل خير. عن اذنكم. اتفضل. ما قلتليش يا استاذ فوزي. نعم. رأيك ايه في نفسك كموسيقار، وتعتقد انك احدثت انقلاب في الموسيقى والغناء؟ لا احدثت انقلاب ولا حاجة، انا اقدر ادعي ان ليا تأثير على الموسيقى الى حد ما. وتفتكر ان ليك استاذ اتأثرت بيه في حياتك الموسيقية؟ بكل تأكيد. مين هو يا ترى؟ الجمهور هو استاذي الحقيقي. عن اذنك لحظة اشوف بس اعمل الزخرفة. لما انت جيت لي والفيلا مقلوبة. لا ابدا. شوف يا طفطف. نعم فاوز. انا عايزك بقى تدهني الحتة دي بالذات اصفر قوي. هات الفرشة كده. العفو يا فاوز. العفو ايه يا راجل، احنا اخوات، انا اللي هدينها لك بنفسي. ربنا يزيدك تواضع يا فاوز. تعيش يا طفطف. كمل الجنب ده انت بقى. يا سلام، نقيب الفنانين المتواضع. سيبك من الكلام ده ونكمل موضوعنا. طيب ازاي بتلحن يا استاذ فوزي؟ قلت لي ازاي بلحن. شوف انا بلحن زي ما بتكلم بالظبط. لما بحب الحن غنوة مثلا اجيب الريكوردر واحط قدامي كلمات الغنوة وامسك العود كويس ودندن باي نغمة تخطر على بالي من غير مجهود ولا تعب. الفن السهل هو اللي يوصل لقلوب الناس بسهولة، زي الزجال اللي بيرتجل زجله في الحال دايما يوصل لقلوب الناس. وزي ما قلت لك انا ابن بلد، بلقط الحاني من افواه الناس ومن افواه المغنيين في الموالد والمسارح والمواويل البلدية والطبلة والمزمار وموسيقى حسب الله، لكن بحطها بالتوزيع الاوركسترالي على اعلى مستوى. ربنا يوفقك يا سيدي تعيش. وايه اللي بيسعدك دلوقتي؟ ان الاذاعة اعترفت بيا وبقيت واحد من اهم المطربين والموسيقيين فيها، ودي الحقيقة كانت عقدة عندي. يا سيدي انا اقدر اؤكد لك انك واحد من اكبر مطربينا وملحننا. ايه الخبر ده فجأة كده؟ ده احنا ما كناش بنسمع عنهم حاجة وحشة ابدا. عيون الناس وحشة. لا حول الله يا رب. اتطلقوا فعلا؟ ايوه
استاذ فوزي ومدام مديحه سابوا بعض. كل شيء نصيب يا عبد اللطيف. انا عايز اشتغل ليل ونهار. ايه هنخش فيلم جديد؟ لا 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 يا عبد اللطيف، المشروع اللي عندي عايز اخدم بيه كل المطربين والموسيقيين زملائي. مشروع ايه؟ عايز اعمل مصنع اسطوانات، بدل ما نطبع اسطواناتنا عند الخواجات او في الخارج. ليه فنان مصري ما يعملش المشروع الكبير ده؟ ده فعلا مشروع عظيم جدا. هبتدي من بكره. كلك جرأة. انا سعيد قوي يا كريمه. ان شاء الله دايما يا فوزي. كل ما بشوف المصنع بيدور وينتج اسطوانات مصريه 100% بحس بالفخر. كريمه. نعم. انا حاسس بتعب، مش عارف مال صحتي بتتدهور كده ليه. لا ابدا مفيش حاجه، بكره تبقى كويس قوي، يا احسن زوج في الدنيا. ومات فوزي ولكن فنه لم يمت. روحي وروحك من زمان عايشين سوا، واللي رماني على الهوان اسمه الهوى، اسمه الهوى. أدى دور محمد فوزي في المرحلة الأولى رياض الهمشري، في المرحلة الثانية حسن السكي. شكرا للهندسة الإذاعية صادق خليل، حمد سليم، طلعت وهب، محمد المساح، فخري سعيد، فوزي جويد، محمد أبو طالب، قطب محمود. وشكرا للأديب محمد السيد شوشة. إلى اللقاء. سمير عبد العظيم. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. ضحت بقلبي في الغرام، وأحلف لكم ضحت ويا لما ضحت ويا لما ضحت ويا لما ضحت ويا لما ضحت ويا لما